السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هحضر معاكم وصفة نباتية ولذيذة جدا، كفتة الباذنجان. وصفة اقتصادية وسهلة من غير لحمة، طعمها مختلف وخفيف، وينفع تقدميها مع الفطار أو العشاء. وكمان هتغيري من وصفات الباذنجان التقليدية اللي كلنا متعودين عليها. جربوها إن شاء الله هتعجبكم جدا. وتعالوا نشوف حضرناها ازاي. اول خطوه معايا بغسل الباذنجان بتاعي وبنضفه كويس، وبعمل فيه ثقوب بالسكينه بالشكل ده. بعدين بدخله الفرن يتشوي. انا بفضل اشويه على عين البوتاجاز لان ده بيدي طعم حلو قوي، طعم الشويه في الباذنجان وبيديها طعم حلو قوي. ببدا اقطع الراس بالشكل ده، وبالمعلقه بفصل الباذنجان عن الجلد، وبشيل اي بذور، وبفرمه بالسكينه او في الكبه. ودلوقتي هحضر لخلطه الكفته. والخلطه الكفته بحتاج بولة كبيرة، بنزل الباذنجان المفروم وبضيف عليه المكونات بتاعتي. والمكونات اللي معايا بتكون معلقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم، وسبته بعد ما فرمته صفى كل المية الزيادة. معلقة كبيرة من الفلفل الأخضر الرومي، 3 معالق كبار من البقدونس، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، بصلة كبيرة مفرومة ومعصور ميتها. وعلشان المكونات تتماسك معايا بضيف بيضة. وللتوابل بتاعتي استخدمت معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون البودرة، معلقة صغيرة من الكزبرة البودرة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين صغيرين من الملح. تقدري تذوقي الطعم انتي بنفسك. وبضيف 3 معالق كبار من البقسماط الناعم. البقسماط علشان يشرب اي سوائل موجودة معايا في الخلطة، لان الخلطة لو فيها اي سوائل هتفك منك في الزيت. وببدأ أبل ايدي زيت بالشكل ده، وبشكل الكفتة بتاعتي. تشكليها على شكل أصابع أو إقراص زي ما تحبي. تقدري تقليها في الزيت أو تدخليها الفرن على ورق زبدة. وأول ما بتاخد معايا اللون الذهبي من تحت بشغلها الشواية من فوق. ودلوقتي أخدت معايا اللون الذهبي وببدأ أقلبها بالشكل ده. حاولي تقلبيها بالراحة جدا. يا ريت تكون كمية الزيت ما تكونش غزيرة علشان الكفتة ما تفكش معاكي. كل ما كان الزيت قليل هتبقى سهلة عليكي في القلي وفي القلب. ودلوقتي بخرجها على مناديل مطبخ لتصفي كل الزيت الموجود الزيادة فيها. بسيبها تصفي وبعدين بقدمها مع صوص الطحينة أو صوص الكاتشب. عايزة اقول لكم وصفة هايلة جدا وهتحبوها وهتعجبكم جدا، حتى لو انتم ما بتحبوش الباذنجان الوصفة دي هتعجبكم. وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. وبكده بنكون خلصنا فيديو النهاردة. اشوفكم في وصفة تانية، مع السلامة.